يعني العيد نعمة مقصودة وفرحة مشروعة، مش ساحة للمشاكل والخلافات ولا شد ولا جذب ولا تقليب في القديم والماضي، ونجيب مشاكل رمضان اللي كانت بتحصل في بيوت العيلة أو بينك وبين زوجك ونبدأ ننكد على نفسنا في العيد. الواقع بيقول للأسف الشديد إن العيد عند ناس كتير ما بيبقاش العيد فرح وبنخرج ونعمل خروجة بسيطة أو حتى في البيت لو الإمكانيات مش سامحة بخروجة، لأ، بيبدأ بخناقة قبل تكبيرات العيد، بنلاقي على طول الخناقة حصلت وهي بقى بتقول يعني هنعيد عند ماما الأول، نفس المشكلة الأزلية اللي بنتكلم فيها كل عيد كل عيد وبتتكرر. يا جماعة مش احنا كنا متفقين من الأول، احنا مرتبين أمورنا في آخر أسبوع في العيد ومرتبين هنزور مين الأول، بعد كده ماما ولا مامتك، أختي وبعدين اخواتك ولا اخواتك الأول بعدين أختي. الأمر ده المفروض يكون مترتب، لا إزاي لازم يوم العيد الصبح نعمل مشكلة كبيرة جدا ونتخانق